السلام عليكم أعزائي المشاهدين من نقابة الفنانين من انتخابات نقابة الفنانين اليوم. نرحب بالأستاذ أحمد حمود. مرحبا أستاذ. مرحبا حبيبي، يعني شلونك وسهلا أستاذ؟ بكم، يحفظك ويخليك. أستاذ أحمد، اليوم هو عرس فني، نشوف حضور الفنانين والمثقفين. من يمثلهم، يعني الانتخابات من يمثلهم في النقابة. شنو شعورك وأنت تشوف هذا التجمع والعرس الفني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في صباح بغدادي جميل. اليوم العرس الانتخابي لنقابة الفن والجمال، نقابة الفنانين العراقيين، وهذا الحضور البهي من زميلاتنا وزملائنا الفنانين. بالبداية أتمنى الفوز للجميع واللي يستحق، وأتمنى من كل ناخب يرشح الإنسان اللي يشوف به حظوة ويقدر يقدم خدمة للوسط الفني. يعني نشوف انه بعد ركود الاوضاع بالفن وبالوضع الحالي بالعراق، نشوف الفنان العراقي يدعم هيج، تدل على الثقافة، تدل على مثلا الرأي العام، الاختيار الفنان العراقي يختار هو حر. لا، نقابة الفنانين منذ تسلمها في 2018 برئاسة الدكتور جبار جودي نهضت نهوض كبير بالفن العراقي، وإلا ماكو سابقا هكذا حضور. وهسه بعدها احنا في دقائق الأولى من الانتخابات، وهذا الحضور اللي ترس المكان. فإذا هذا يدل على أن الفن بأعز نهوضه وقيمته، وإن شاء الله القادم أفضل. أنت حضرتك كم مرشح؟ أنا مرشح، وبالدورة السابقة كنت أنا عن الشعب المسرحية. يا منصب مرشح حاليا في هذه الدورة. الشعب المسرحية. أستاذ أحمد، حاليا بعد نهوض الأعمال الدرامية وكثرة الأعمال التلفزيونية، شنو اللي يحتاجه الفنان العراقي؟ الفنان العراقي يحتاج إلى إدامة هذه العجلة للدراما وللمسرح بصورة مستمرة حتى يقدر يقدم، لأن احنا عندنا فنانين، والعراق ولاد بالفنانين وبالثقافة وبكل الفنون. فنانين نجوم، بس ما ماخذين صداهم بالوطن العربي. هسه صار سنتين الدراما العراقية بنهوض جميل، وإن شاء الله هم أرجع وأقولها القادم أفضل. نشكرك أنا حبيب أستاذ. شكرا لكم حبايب، وممنون منكم. عيون أستاذ حبيبي.